في حديث بيقال إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون يا صديقي سمعته أو قريته قبل كده. نص الحديث ده بيقول: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط إلا أحبط الله عملها 70 سنة، ولو كانت تصوم النهار وتقوم الليل. وفي الحقيقة لما بحثت عن صحة الحديث عرفت إنه حديث موضوع وغير صحيح، لكن بصراحة استوقفتني جدا معاني الكلمات المكتوبة. وبالرغم من إن الحديث غير صحيح، لكن نكران الجميل ده حاجة حقيقية وصحيحة. والموضوع هنا مش بيتعلق بالنساء وبس، لا، ده بيتعلق بالنساء وبالرجال، الاتنين على حد السواء. أقول لك على حاجة يا صديقي، اركن الكلام ده على جنب وتعال نشوف الفيديو ونعرف ايه هي النظرية باختصار. احنا مهما كنا ناس لطيفة وناس راقية في تعاملنا، لازم هنتعرض لمواقف ونتخاصم فيها مع غيرنا. هنتخاصم مع ناس بينسوا الفضل وبينكروا الإحسان وبيعادونا على أقل تقصير. شوية مواقف ممكن تحصل بتخلي الناس تنكر العشرة الطويلة وتنسى الإحسان عند أقل خصام. ولما يكون الإحسان هو الغالب والفضل هو السائد، يبقى الخصام هنا ملوش معنى غير اللوم والدناءة ونكران الجميل. الخصومة الغير شريفة مش محصورة بين الأزواج وبس، ده قلة الشرف في الخصومة معروفة وموجودة من قديم الأزل. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه الكريم: ولا تنسوا الفضل بينكم، ربنا هنا بيأمرنا إننا ما ننساش الفضل اللي بينا. ربنا أمرنا إننا نقدر قيمة العشرة ونعمل حسابها ونفتكر المواقف الجميلة اللي كانت بينا. هو ده الطريق اللي لازم نتبعه يا جماعة، سواء كان الموضوع خصام بين شخصين أو خلاف بين زوجين أو حتى في حالات الطلاق أو الانفصال. لازم يبقى عندنا شرف في الخصومة. أشكال الخصام والخلافات بين البشر كتيرة وما بتنتهيش، لكن الأسوأ من الخصام هو قلة الشرف في الخصام. والشخص اللي ما عندهوش شرف في الخصومة شخص بيتصيد الأخطاء لغيره، وبيسعى دايما إنه يمسك عليهم زلة يعايرهم بيها في أي وقت. شخص بياخد كلام الناس يقطع منه الجزء اللي هو عايزه ويسيب الباقي. بيحور في كلام الناس وفي حديثهم باللي يسيء ليهم، زي ما بنشوف على وسائل التواصل الاجتماعي. الشخص عديم الشرف في الخصومة بيضخم المواقف السلبية للناس وبيتناسى المواقف الإيجابية، وده طبعا مش صح، لأن كل حاجة في الدنيا ليها سلبياتها وإيجابياتها. الشخص اللي ما عندوش شرف في الخصومة بيغتاب الناس وبيشوه سمعتهم وبيشهر بيهم وبيبالغ في التجني عليهم. عشان كده يا جماعة لازم ناخد بالنا، ولو اختلفنا مع حد أو اتخاصمنا مع حد لازم نبعد عن الترصد والتصيد والتشهير والمبالغة في التحوير واستقطاع الكلام والفجور في الخصومة. صحيح احنا بشر، بنغضب ونحقد وبنحس أحيانا بالظلم، وأحيانا بيبقى عندنا رغبة شديدة في الانتقام، لكن الرفعة فوق كل المشاعر دي هتخلينا نبلاء، هتخلينا ناس راقية، وهتخلي اللي حوالينا يحترمونا مهما كان موقفهم تجاهنا. العفو والتسامح هو اللي بيألف القلوب يا جماعة. وعشان تبقى راقي وشريف في الخصومة يا صديقي، لازم تاخد بالك من شوية المعايير دي وتمشي عليها كويس مهما كانت درجة غضبك ومهما كنت مظلوم. اوعى تنسى فضل وإحسان الطرف الآخر عليك، خصوصا لو الموضوع ده كان بين الزوجين. خليك عادل مع غيرك واعتذر لو كنت غلطان، وده طبعا هيرفع قدرك مش هينقصه. خليك إنسان حليم ومتفاهم واقبل اعتذار الطرف الآخر. ما تغضبش وما ترفعش صوتك. الإنسان الغاضب ممكن يكون على حق، لكن العصبية والغضب اللي بيتكلم بيهم ما بتخليش الناس تتعاطف معاه. ما تتورطش في الشتيمة وما تردش بألفاظ عنصرية، واعرف كويس إن الكلام هو صفة المتكلم. ما تتجناش على خصمك ولا تغتابه ولا تبالغ في عداوتك ليه. واعرف كويس إنك لما بتبالغ في التشكي الناس بتاخد عنك انطباع إنك أنت الغلطان. ما تستغلش ضعف خصمك وقلة حيلته، ولما يتراجع عن موقفه أو ينكسر قدامك اوعى تبصله على إنه خصم يستحق الهزيمة.
لحد هنا وحلو قوي. اركن بقى يا صديقي كل الكلام ده على جنب، وتعالى أقولك عن النظرية باختصار. خلي عندك شرف في الخصومة، وابعد عن الترصد والتشهير والمبالغة في العداء. خليك راقي حتى وانت في عز قوتك وقدرتك على الانتصار، لأنك في النهاية بتعبر عن أصلك وتربيتك. وطي صوتك وعلي مستوى كلامك، لأن الإنسان الغاضب ممكن يكون على حق، لكن طريقته في الكلام بتخلي الناس ما تتعاطفش معاه. هي دي الحكاية، وهي دي النظرية باختصار. سلام عليكم.